يقول لي 10 دقايق خلصت بسرعة تكفى كمل أبشر. واليوم قررت ألبس لكم الكوبوي هات اللي دفعت فيها $400 غصبا عني، وإن شاء الله قدام أحكيكم ليش. عموما يا إخوان، الحمد لله بديت أستقر والأمور تمام، حتى الهوم سيك ما عاد يجيني. الهوم سيك هذا للي ما عمره ما اقتربوا، لما تسافر وتعيش بعيد عن أهلك فجأة تجيك الضيقة كده اللي برجع لأهلي. حتى أموري مع رميتي في السكن مايك وأحمد الجبر كانت مية مية، لكن في البداية واجهنا شوية صعوبات بحكم الثقافات المختلفة. وأمانة أكبر مشكلة وأغرب مشكلة واجهناها مع مايك كانت مشكلة الحمام. تعرفوا انتوا الامريكان وانتوا بكرامة شغلهم كله وقافي، والبيت كان فيه حمام ونص. هما كده الامريكان عندهم شيء اسمه نص حمام، حمام ما فيه شاور، حمام في الصالة ونص حمام في غرفة. ومايك واصحابه احيانا كثير يستخدموا حمامنا، يستخدموه بطريقتهم الوقافي، يعني بالنسبه لنا ده قرف. فكنا نقول له يا مايك لو سمحت انت واصحابك روحوا حمامكم، وانا واحمد واصحابنا نستخدم حمامنا. مايك كان يحاول يقنعنا انه ليش، يعني حتى اذا لقيت نقط صفراء عادي اجلس. قلنا له لا والف لا. ما تخير اقسم بالله وصلت لي في مرحله انه يقول لك نمبر 1 لا تضرب السيفون، يسوي نمبر 1 فوق نمبر 1 فوق نمبر 1 الين ما احد يجي يسوي نمبر 2 اضرب السيفون. يعني بهايم احنا مو بشر. اتفقنا على هذا الموضوع، حمامنا حمامنا الله يحييك استحمى فيه، لكن اي شيء ثاني ما يخصك. من الامور اللي صح كمان شويه يعني صار فيها اختلاف الامور الدينيه، يعني كنا دائما نكلمه يا مايك اسلم احنا نحبك تعال معانا، علين في الاخير جاء قال اسمع يا جماعه الخير ترى انا حتى مسيحيه ماني مسيحي، فلا تقعدوا تطفشوني، خلاص انا اذا ما ابغى اسلم ما راح اسلم. واي امور ديني تبغوا تسووه سووه في غرفكم، يعني كنا نصلي مثلا احنا في الصاله صرنا نصلي في غرفنا. اتفقنا والحياة صارت فعلا لطيفة. وأمانة مايك استفدت منه مرة كثير، بالذات في ناحية اللغة والثقافة الأمريكية، لأني حتى في المناسبات كنت أروح عند أهله ثانكس جيفن مدري ايش الأشياء هذه كلها، يعني أعيش الثقافة الأمريكية، فكانت الأمور مية مية الحمد لله. من الأشياء اللي ما أنساها البيت كان فيه سكيورتي سيستم زي أغلب بيوت أمريكا ترى، بالذات الفلل يعني. والحي اللي احنا كنا ساكنين فيه كان يعني مو متوسط، تحت المتوسط تكة. فالبيت أول ما تدخل عند الباب في جهاز فيه رقم كده، تحط الرقم السري يعرف انه انت اللي دخلت البيت. هو حرامي مثلا طب من الشباك ولا كسر قزاز ولا كسر الباب، فاذا انت ما حطيت الرقم السري على طول الشركه تتصل على مايك، ها هذا انت ولا مو انت، اذا طلع مو هو ولا شيء تتصل على الشرطه والشرطه تجي على البيت على طول. المهم في يوم ما جينا ننام حطينا الالارم وانسدحت على السرير، اتقلبت يمين يسار ما في نوم. قلت اطلع برا شويه العب كول اوف ديوتي، وانا في الصاله واللي يرنك الالارم يرن انه في احد اقتحم البيت. شفتوا اللي حكيتكم عنه قبل شويه، حمام ونص نمبر 1، ما احتجت حمام. الرعب اللي انا عشته يا جماعه الخير، هناك الحياه في امريكا رخيصه، طقطق انت منتهي واخذ الاغراض ومشي ولا احد فكر فيك. لا يا عيوني والله كده قمت اتنافض انا شويه. مايك خرج معاه مضرب البسبول كده يدور ايش فيه ايش فيه، وانا مصدوع في الارض. مايك شافني فهم الموضوع وقام يضحك، قال لي يا مهند ترى الصالة فيها ليزر، المفروض انت اذا شغلت الالارم تبى تخرج تتحرك في البيت لازم تقفل الالارم. فما ادري طبعا عشت في رعب مو طبيعي. بعدها كده يمكن باسبوع جاء دخل علينا رمضان، وامانة رمضان صعب في امريكا مو زي السعودية لسببين. انت تحسب بس الاكل والشرب، لا سبب الاكل والشرب فعلا شيء صعب، بالذات انه انت ماشي في الجامعة كل الناس حوالينك تاكل وتشرب وتسوي مدري ايه، مو زي عندنا انت صايم كل اللي حوالينك صايمين. ثانيا غض البصر، يعني اذا رمضان كان صيف في امريكا اوه طبعا انت تعرفوا الناس هناك مصيفه، فالمناظر اللي تشوفها يعني انت لازم ما تطالع، عاده انت لازم اصلا ما تطالع يعني، بس انه رمضان بزياده. اول يوم في رمضان انا تعبت، حتى افتكر كنا في المحاضره الكلاس الطلاب يقعدوا طاوله زي حرف اليو كده، فانا قاعد هنا والله ما انسى مكسيكيه قاعده هنا. المكسيكيه دي يا جماعه الخير ما كانت لابسه حتى تنوره، يمكن كانت لابسه حزام كبير، وانا قاعد في وجهها كده. حتى احمد الجبر رميتي كان انسان ملتزم يقول لي مهند هي مهند هي عيونك مهند، انا كده قلت له النظره الاولى للشيطان، والله يا السعوديين قاموا يضحكوا اللي معايا في الفصل. شوفوا يا جماعه الخير انا قاعد احكيكم الاشياء الكويسه الاشياء الغلط، وقتها انا كنت مراهق واكيد اني تعلمت من اغلاطي يعني، وماني قاعد اجاهر لاني انا يعني الحمد لله تعلمت من اغلاطي. عموما خلصت اول يوم كده محاضره، وكنت رايح افطر عند عمي وبنات عمي، فقلت خليني اجيب ده ما يصير ادخل يدي فاضيه، قلت خليني اشتري لهم كنافه عصمليه.
وانا واقف في الطابور عشان اشتري الكنافه، والله ما انساها، في تلفزيون في الزاويه كده محطوط، وجاب الحرم النبوي، الناس قاعده تفطر في رمضان. طبعا انا اللي يعرفني كويس يعرف انه انا ما يمكن اخر مره فكيت ريقي مع امي يمكن سنه سادسه ابتدائي، لانه كل يوم احنا نفطر في الحرم. لا لا، ثانية ثانوي مو سادسة ابتدائي. كل يوم أنا وأبوي وأخواني إحنا نفطر في الحرم، عندنا أبوي عنده سفرة ونفطر هناك ونشتغل ونسوي المهم إلى آخره، فخلاص ما أعرف أنا فطور إلا في الحرم. فلما شفت المنظر ده والله يا جماعة الخير قعدت أصيح وأنا في الطابور فعلا، يعني حسيت بالهومسك، حسيت إن أنا أبغى أهلي. أخذت الكنافة وأنا في السيارة، يا أمي ترى أنا في العيد عندي إجازة فأبغى أجيكم. قالت يا ولدي أنت توك جاي ما يصير الناس ما أدري إيه والكلام هذا. وأنا حزت في خاطري من أمي شوية للأمانة. بعدها بيومين أمي تكلمني تقول لي يا مهند إحنا في العيد رح ناخذ في الدرة وأنا أبغاك معانا، وأمي صارت تبكي في التليفون وأنت تحب الدرة. لا طيب اكلم ابويا دحين. وحصل كلمت ابويا، ابويا تكفى شوف لي حجوزات. طبعا انا قلت لكم بحكم انه ابويا شغال في المطار دائما تجينا تذاكر شبه بلاش وبزنس كلاس، يعني حتى ترى لما جاتني البعثه كنت ما اخذ تذاكر ملحقيه، ابويا اللي كان يحجز لي عشان تعرفوا بزنس يعني. المهم ابويا حجز لي التذاكر، قال لي بس ايش يا مهند لا تقول لامك خليها مفاجاه. قلت له مية مية. كلمت امي قلت لها يا امي للاسف ما في حجوزات، انا راح اعيد في امريكا. طبعا امي مسكينه حست بتانيب الضمير وانه هي السبب واللي هي ما خلتني اجي والى اخره. وانا صراحه يعني امي دائما احب امزح معاها واقلبها، ولما جاتني امي امريكا يا انا واخويا نوصل للهروج هذه ان شاء الله. افتكر في رمضان اشتريت سياره وقتها لكزس جي اس موديل 98، شوفوا حتى هذه لوحتها شايفين سلامه مكتوب، ولد يا ابو لولي. هم رمضان قاعد يعدي علينا واحدة واحدة، إذا بطيء في أمريكا مرة صراحة صعب. في يوم ما يوم الأحد خرجت برا الحديقة حقتنا الباك يارد يعني، لأنه هذا كان ممنوع جوا البيت لازم برا. وأنا قاعد برا أقابل لكم جارنا المكسيكي، قبل كده أول مرة شافني قاعد يتكلم معايا قال لي أنت من فين؟ حترجم لكم الكلام. من السعودية. قال لي فين السعودية هذه؟ قلت له في الميدل إيست. ليش الميدل إيست ده؟ قلت له تعرف تكساس؟ قال لي يس. قلت له ايش في فوقها؟ قال لي اوكلاهوما. قلت له ايش في فوق اوكلاهوما؟ قال لي مثلا اريزونا. قلت له ايش في فوق اريزونا؟ سكت. قلت له الميدل ايست والسعوديه عاصمه الميدل ايست. قال اوكي ويلكم تو تكساس. جارنا هذا يا جماعه الخير في يوم ما يوم الاحد خرجت الحديقه اقسم برب المصحف لقيته هو ومرته وابوه وامه وبزورته عياله كلهم كأنهم يا ربي كما خلقتني، ما عليهم قطعة قماش واحدة. طبعا انت تحسب انه المنظر يسر الخاطرين، لا طبعا جد وجدة وواحدة مخلفة 5، يعني كيف حيكون المنظر؟ انا طبعا شفت منظر كده ورجعت على جوا. فمايكرو ميتي شافني وقاعد يضحك لي مهند هذول عندهم نظام اللي هو احنا عندنا حرية شخصية وانه الملابس مدري كذا، قاعد يصرف لي هرجتهم. قال لي اطلع عادي. قلت والله مستحيل اطلع يا عمي، شايف المنظر انت اللي برا ده. من بعدها يوم الاحد صار بالنسبه لي الباك يارد هذا اكس، خلاص ما اقرب منه. عدت الايام يا اخوان، جاء يوم السفر الموعود. طلعت من هيوستن على نيويورك، من نيويورك على كايرو. وانا في مطار نيويورك في طابور البزنس كلاس جاتني واحده حرمه وصراحه بكل ادب واحترام، قالت لي يا ولدي انا رايح ومعايا شنط كتير وانت معك شنطه واحده تكفى، خذ الشنطه دي معك. وانا طبعي اخجل، يعني زمان بالذات كنت ما اقدر اقول لا، انا تعلمت اقول لا. لا ابشري. جات عند الحرمه اللي تقطع لي البوردنج قلت لها لو سمحتي الشنطه هذه ما هي حقتي. ديك فصلت قالت لي ما يصير تاخذها معك. قلت لها اهدي، انا بكلمك اهدئي، انا قاعد اقول لك الحين الشنطه دي ما هي حقتي، خايف صراحه اخذها معايا. من فضلك نادي الحرمه هذه اللي لابسه مثلا حجاب ازرق وكذا وقولي لها انا شفتك انه الشنطه دي مو حقتك، حقتي يعني انه حقتك واعطيتيها هو وخذي شنطتك. قالت لي تمام. نادتها قالت لها كده كده كده، صرت اقول لها معليش انا اسف كان ودي اخدمك. هنا يجي دور الزناوه. وفي نفس الوقت قالت لي الحرمه ترى يا مهند هحجز لك لكايرو، من كايرو لجده ما في حجوزات. قلت لها وصليني كايرو وانا اتصرف. وصلت كايرو احاول اروح رحله على المدينه على جده على تبوك، ما في فل. شويه والله فكيت المحفظه حقتي ولقيت الرجال اللي يدف العربيات، مو اللي يقطع البوردنج، اللي يدف العربيات. اديته $5. قال لي هذه العمله الخضراء والله العظيم. راح شويه رجع معاه بوردنج قال لي امسك بس والنبي اجري اجري اجري. وحصل اخذت البوردنج حقي على الطياره. ان شاء الله اذا ناسبكم الوضع ووصلنا 50,000 مشاهده في الجزء الخامس احكيكم رياكشن امي لما شافتني ليش اشتريت الهات هذا ب $400 غصبا عني. السلام عليكم.